بودكاست إزاي أعيش يومي وأنا حاسة إن ربنا معايا. روتين الإيمان الهادئ في وسط دوشة الحياة، ومع كل مسؤولياتنا وأحلامنا وهمومنا ساعات بننسى أهم حقيقة ممكن تطمئنا: إن ربنا معانا في كل لحظة، في كل خطوة، في كل نفس بناخده. النهاردة حابة أحكي معاكم عن حاجة يمكن كلنا محتاجينها: روتين الإيمان الهادئ. إزاي أعيش يومي وأنا حاسة بقرب ربنا مني، مش بس وقت الصلاة ولا بس وقت ما كنت تعبانة، لأ، طول اليوم وأنا ماشية، وأنا بتكلم، وأنا بفكر، وأنا حتى ساكتة. تعالوا نمشي مع بعض خطوة خطوة ونرسم ملامح يوم بسيط هادي مليان حضور رباني دافي وحقيقي. أول حاجة، ابدأي يومك بالنية. مجرد ما تفتحي عينيك الصبح خدي لحظة صغيرة، قولي بينك وبين نفسك: يا رب، أنا ناوية إن يومي ده يكون ليك، أعيشه بحبك وأشوفك في كل حاجة حواليا. النية دي على قد ما شكلها بسيط، على قد ما بتفتح باب كبير قوي، باب البركة والسكينة. ثاني حاجة، الصلاة، بس مش كفرض، كموعد حب. كتير بنصلي عشان لازم نصلي، بس تخيلي معايا لو كل صلاة كانت لقاء خاص بينك وبين ربنا، مش بس كلمات بنقولها بسرعة، لأ، وقفة حب وشكر ودعاء صادق. وأنا هنا مش بتكلم عن طول الصلاة، أنا بتكلم عن إحساس القلب أثناءها، حتى لو ركعتين خفاف. المهم تكوني بتحسي بالكلمات، بتحسي باللحظة. ثالث حاجة، ذكرك الخفيف طول اليوم. مش لازم تبقي قاعدة مخصوص ولا ماسكة سبحة طول الوقت. كل ما تفتكري قولي جواكي: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، استغفر الله. كلمات صغيرة، بس كل كلمة زي نقطة نور بتنور طريقك. كل ذكر بيخلي قلبك متصل، حاضر، دافي. رابع حاجة، خلي علاقتك بالناس جزء من علاقتك بربنا. لما تسلمي على حد بابتسامة، لما تساعدي إنسانة محتاجة، لما تدعي لحد في سرك، كل دي مش أفعال عادية، دي عبادات جميلة بتقربيك من ربنا أكتر. خلي كل تعامل مع البشر كأنك بتتعاملي مع ربنا من خلالهم. خامس حاجة، وقت الخلوة مع النفس. آخر اليوم قبل ما تنامي خدي حتى 5 دقايق بس، واقعدي في هدوء، احكي لربنا عن يومك، اشكريه على النعم الصغيرة اللي حصلت، واطلبي منه يعينك على بكرة. الخلوة دي زي حضن رباني بيلم شتات يومك كله. سادس حاجة، التأمل في نعم ربنا حوالينا. بصي للسماء، حسي بالهواء على وشك، اسمعي صوت العصافير، خدي بالك من ضحك الطفل. كل دي رسائل حب ربنا ليكي، بس احنا ساعات بنعدي عليها بسرعة وما بناخدش بالنا. خلي عيونك تدور على الجمال، خلي ودنك تسمع رسائل السلام، خلي قلبك يحس بحب ربنا من حواليكي. 7 حاجة، كوني رحيمة بنفسك. انتي مش مطالبة انك تكوني مثالية طول الوقت، ولا انك تحسي بالإيمان في كل لحظة بنفس القوة. في أيام قلبك هيبقى متوهج، وفي أيام قلبك هيبقى مرهق ومتعب، وده طبيعي. المهم إنك كل مرة ترجعي، كل مرة تمدي إيدك لربنا مهما كنتي تعبانه. روتين الإيمان الهادئ مش تعليمات صارمة ولا جدول لازم نمشي عليه بالحرف، هو أسلوب حياة، أسلوب مبني على الحب والرحمة والصدق مع النفس. كل يوم حتى لو بخطوة صغيرة قربي أكتر لربنا، وصدقيني هتحسي بنور كبير مالي حياتك. نور مش بس جواكي، ده نور هتشوفيه في عيون الناس، في مواقفك، في كل تفاصيل يومك. ربنا معانا مش بس لما ندعيله، ربنا معانا طول الوقت، ينتظر بس منا لمحة قلب صادق. لو وصلتي لحد هنا فده معناه إنك فعلا بترغبي تعيشي بإيمان وهدوء، فحبا وكرامة. اشتركي في القناة علشان نكمل الرحلة سوا. وقبل ما تقفلي عايزاكي تجاوبيني في التعليقات على الأسئلة دي: إيه أكتر لحظة في يومك بتحسي فيها إن ربنا معاكي؟ وإيه أكتر عادة نفسك تثبتيها علشان تقوي علاقتك بربنا؟ تحبي أتكلم في الحلقة الجاية عن إيه؟ أنا مستنياكي في الكومنتات، وكل تعليق بيقوي المجتمع الجميل اللي بنبنيه سوا. أشوفيكي في الحلقة الجاية بإذن الله. دبل أسترسك.